وهتمسك المسطرة. بص يا سيدي، المسطرة مش أهم حاجة في الأدوات خالص، تمام؟ بتقول ايه؟ هندسة حبيب قلبي، ازيك؟ ما تأخرتش عليك اهو زي المرة اللي فاتت. انا ما بغيبش كده يا انت، انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. عامل ايه يا صديقي وايه اخبارك؟ صلى على النبي. من غير بقى مقدمات سينمائيه والشغل اللي انا كنت عامله في الفيديو اللي فات ده، انا هدخل في الموضوع على طول، عشان اللي انا هقوله في الفيديو ده بمثابه فيلم رعب لبعض الناس، وبالنسبه لي انا شخصيا. عشان في الفيديو ده هعرفك ايه هي اقسام هندسه، وايه نظام دراسه كل قسم، وايه شغل كل قسم، وايه سوق العمل المتوفر باذن الله بعد ما تتخرج يعني. واخر حاجه ايه هي المواد اللي هتدرسها في اول سنه، وايه هي المستلزمات اللي هتحتاجها للدراسه في اعدادي هندسه. انا عارف ان الناس لسه ما فاتش من صدمه الثانويه العامه، ويعني الناس بتجري عشان تخلص ورق التقديمات وهكذا. في اذهان بعض الناس اللي الحمد لله ربنا وفقهم وجابوا مجموع هندسه، الف الف مبروك، في حيره ما بين يدخل كمبيوتر ساينس اللي هي حاسبات ومعلومات ولا هندسه. طبعا الف الف مبروك للناس اللي ربنا وفقها في مكان تاني وهي مش شايفه الخير دلوقتي، الخير قدام لسه، والابواب ما اتقفلتش في وشك ولا حاجه، هو بس الموضوع محتاج شويه وقت ورضا. كل ده معانا في فيديو النهارده، فلو انت حابب تشوفني وتشوف المحتوى الجاي، انت عارف انت تعمل كويس، سبسكرايب، لايك، الحلويات دي. ومن غير ما اطول عليك، صلى على النبي ويلا نبدا الفيديو على طول. بص، نبدا بحبيبه قلبي وبيتي التاني. طبعا انتوا عارفين انا هتكلم عن مين، هندسة عين شمس. وانتوا فاكريني مبسوط؟ انا مش مبسوط. هو احنا لو بنتكلم على شكل الكلية والمنظر العام اللي انت هتشوف قلب الكلية، فاحب اقول لك ان انت هتشوف مناظر جميلة جدا، والمكان تحفة بمعنى الكلمة. يعني احب اقول لك ان انا اساسا لسه في اماكن هناك انا لسه ما رحتهاش، في اماكن رحتها مرة واحدة بس وممكن اتوه من حيث المكان والمساحة. فلا، هو مش مبنى زي بقية الكليات ما بتشوف كده، هو مبنى واحد الدور الاول مش عارف ايه وايه 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 وخلاص. لا، هو اساسا هندسة عين شمس بعيد عن الجامعة، فهو واخد مكان لوحده، في بقى كل مبنى التخصص وفي ملاعب وفي ما تشتهي الانفس. انا مش عايز اتكلم بصراحه كتير عن الكليه كمكان وجمال اماكن، بس كفايه بس ان انت بتروح كده ليالي الشتاء المشوار بتاعها وتقعد تروق نفسك في هذه المدرجات. اي نعم بتتسلخ، بس يعني ايه، الحمد لله. خلاص اتفرجت على الكليه. انا مش قابض بصراحه من الكليه، مش مداني فلوس علشان اعمل لها الاعلان ده، بس يعني كله لاجل ان هي تزودنا 2 3 من 10 في الجي بي اي. يعني بدل ما هو 3 و2 لا خليه 3 و6، مش مشكله، مش يعني ماشي. ما لفتش نظرك كده حاجه يعني كده سيره حاجه ساعه ما قلت 3 و2 ل 3 و6 جي بي اي؟ ايوه كده صح معايا، ده لسه الليله طويله. بص يا سيدي، انت لما تدخل كليه بتتعامل بنظام الكريدت اور سيستم او نظام الساعات المعتمده. انت درجاتك مش بتتحسب في المية، 90%، 70%، 80%، لا، دي بتتحسب بنظام اسمه الجي بي اي، اللي هو اختصار لكلمه ذا جريد ذا جريد بوينت افريج. اوكي. بص، انت في سنه اعدادي هتدرس 6 مواد، تمام؟ في الترم الاول 6 وفي الترم الثاني 6 او 7. يا الله خير ان شاء الله. اقول لك ليه قلت او 7 دي، علشان هما ساعات بيدونا على قفانا كده شويه. مثلا هجيب لك مثلا ماده انت عارفها وهي الماس. عندنا في الترم الاول بناخد ماده اسمها ماس 1. ماس 1 دي ماده 3 ساعات كريدت اور، 3 ساعات معتمدين، تمام؟ اعتبرهم 3 نقط. الماده دي مقدره ب3 نقاط او 3 ساعات. انت بقى المفروض عليك تخلصهم من اساينمنتس وكويزز واعمال سنه، وفي مواد تانية بتحتاج لها ريبورتس ومشاريع وبرزنتيشنز وحاجات تانية كتير. بس خلينا في حبيبتنا اللي هي الماس 1. زي ما قلت لك، هي الماده 3 ساعات، انت بشطارتك بمجهودك جبت فيها 3.3 من 10، اللي هو بما يعادل بي بلس مثلا يعني. فانت جبت 3.3 في ماده ب3 ساعات، فانت هتقوم جايب كده 3 ساعات ضاربهم في 3.3 وخليها على جنب كده، واحسب بقى جميع المواد بتاعتك على هذا النمط. يعني مثلا الاستاتيكس جبت فيها وليكن 2.7 من 10، وهي الماده دي برضو ب3 ساعات، فانت هتاخد ال 2.7 من 10 تضربهم في 3 ساعات وتجمعهم على الماس. يعني هيبقى 2.7 من 10 في 3 زائد 3 من 10 في 3 زائد وتجمع كل المواد بتاعتك بهذا الشكل وتقسمهم على عدد الساعات الكليه، اللي هو في الترم الاول بيكون 17 ساعه وفي الترم الثاني بيكون 17 ساعه. انت هتحسب الحسبه بتاعتك دي وهتقسمهم على 17 ساعه. عارفك انك اتلخبطت، بس هو ده الملخص المفيد بصراحه، انا مش عايز الكلام ده. فهو ده الملخص، ان انت بتضرب تقديرك في كل ماده في عدد ساعات الماده على عدد ساعات المواد الكليه. حلو. طب ايه اعمل المواد اللي هندرسها في اعدادي؟ هبقول لك بس اخر الفيديو ايه المواد اللي انت هتدرسها في اول سنه، علشان ما لخبطكش، وان احنا داخلين نتكلم عن الاقسام هندسه اصلا. بعد كده اقول لك ايه المواد اللي هتدرسها وايه هتحتاج لكل ماده وايه الادوات اللي انت هتحتاجها يعني. بص بقى كده، تعالى للجد وتعالى للفيديو بقى. ايه هي اقسام
هندسة. بص، مفيش هندسة لا تخلو عن الهندسة المدنية والمعمارية، دول أساس أي هندسة ويعتبر من أقدم مجالات الهندسة اللي موجودة في الكليات كلها. بس دلوقتي في تخصصات موجودة في بعض الكليات مش موجودة في التانية، زي مثلا هندسة الطيران موجودة في القاهرة بس مش موجودة في أي كلية تانية. بس المهم أنا هقول لك إيه أقسام هندسة المعتادة والموجودة يعتبر في أغلب كليات هندسة مصر: الهندسة المدنية والهندسة المعمارية وهندسة الميكانيكا والكهرباء. في برضو الهندسة الطبية بس دي مش بتبقى موجودة في أغلب الكليات، هي بس موجودة في القاهرة وحلوان والمنوفية والمنصورة. وبرضه قسم النانو وهندسة الفضاء والعلوم والحاجات دي مش بتبقى موجودة في الغالب، دي حاجات نادرة بتبقى ليها تنسيق وحاجات معينة مش بتبقى موجودة في في أغلب كليات مصر. هي بس موجودة كام هندسة كده، وأنا قلت لك إن أنا هكلمك عن الشائع واللي موجود في أغلب كليات. نبدأ بالهندسة المدنية. المدني هو أملي. قسم الهندسة المدنية في هندسة عين شمس ليس له حد أدنى من الدرجات، يعني أنت لو جايب أي مجموعة ممكن تخش الهندسة المدنية، وده مش معناه إن هو قسم أي كلام وإن حرام تخشه، لا. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. ده من أهم لا أنا معلقتش، من أهم الأقسام اللي موجودة في هندسة ومن أقدمهم بالمناسبة. يعني كل الإنشاءات والكباري والإنفراستراكشر والطرق والمباني اللي أنت شايفها دي كلها مين عاملها؟ مين اللي واقف في الموقع كده هو اللي بيشرف على الناس؟ مين اللي عمل ده كله؟ هو المهندس المدني. يعني أي خدمات عامة سواء طرق وأي حاجة، لا مش كده وبس، لا وكمان تخطيطات المية والري وإزاي تستهلك أقل كمية من المية بأكبر فايدة في المسطحات الزراعية الضخمة. تعالى بقى كده بص جوه تخصصات المدني نفسها، يعني تخصص جوه التخصص. تعالى بقى بص تخصصات الموجوده في مدني، هتلاقي عندك متوفر حاجات كتير زي مثلا هندسه الانشاءات اللي هي بتتخصص بقى مثلا مباني الخرسانه الانشائيه والحاجات دي. عندك هندسه الموصلات وهندسه المواقع وهندسه الري كتير، حاجات كتير جدا. عندك اقسام كتير جدا في الهندسه المدنيه، مش بقول لك اهم قسم، فتح معايا مخك كده. نيجي بقى للقسم الثاني وهو الهندسه المعماريه، ذا اركتكتشر. قسم الهندسة المعمارية هو القسم اللي كله ذوق وفن ورقي والحاجة اللي هتطلع روح الفنان المدفون جواك يا جدع. قسم يحب الفزلكة والتصاميم الجميلة والارتقاء بها، وفزلكة هنا مش شتيمة، خلي بالك، فزلكة هنا ليها معنى مش حاجة وحشة، بس المهندس المدني هو اللي بيلبس في تصميم الإنشاءات اللي صممها المهندس المعماري في الآخر. أنا مين؟ سيدة صفيناس كاظم، نحن على الهواء مباشرة. الغي رحلتي. إزاي؟ يعني مثلا المهندس المعماري بيصمم مبنى حلو من وجهة نظره مع مراعاة طبعا يعني العوامل الفيزيائية والأحمال اللي هتبقى على المبنى ده، والمهندس المدني بقى هو اللي يمسك كده الخشبه والشاكوش ويفضل بقى هو اللي يعمل التصميم على ارض الواقع. انا بس بسلمك، المعماري بيسلم المهندس المدني تصميم على ورق او على اوتوكاد اللي هو برنامج اللي بيصمم عليه او اي حاجه من البرامج دي. المهندس بقى المدني هو اللي بياخد هذا التصميم يحوله ويحقق به حلم هذا المهندس المعماري. يعني انت بتاخد الحاجه، انت اللي بتنشئها، انت اللي بتطلع بيها من هذه الرسمه. وصلت؟ لا شغلي مش انا خلاص توبت، لا على بختي وبختك يابا. المعماريه برضو ما تقتصرش على التصميم، طبعا لها دور في الاشراف على الموقع ودور على الاشراف على المبنى بعد ما يخلص وهكذا. ده حتى في الاخر المبنى بعد ما يخلص ويتشطب وخلاص العمليه زي الفل ويتشهر، زي مثلا برج خليفه او برج ايفل، يعني حاجه جديده، جبت لك حاجه جديده مع حاجه قديمه. لما اتشهر ذكر اسم المهندس المعماري اللي صمم المبنى. انت متخيل؟ يعني هو ما ذكرش اسم المهندس المدني اللي قام بالمبنى وانشاه، لا 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 باشا، ده التصميم عجبني. مين اللي عمل ده؟ المهندس المعماري. مين اللي صمم ده؟ المهندس المعماري. انت اللي اسمك مذكور لما المبنى بتاعك يتشهر او التصاميم بتاعتك تبقى معروف. ندخل بقى على اتقل اتنين في اقسام هندسه، ودول البعبع اللي مسبب لبعض الناس حتى في اعدادي الحيره ان هم يختاروا القسم ده ولا القسم ده، وتلاقي دايما صراع دائم ما بين الطلاب على احد هذين القسمين. انا لما كنت في اعدادي الحمد لله كنت بسعى ان انا اجيب مجموع عالي علشان اللي هو بحب انا ما وجعش دماغي يا باشا، جبت مجموع كويس اختار بقى براحتي، فاهم ازاي؟ الحمد لله يعني ربنا كرمني بمجموع كويس. انا بكلمك من حيث سوق العمل بعدين والدراسه دلوقتي، وانك تجمع ما بينهم وتختار اللي انت حابه في الاخر. اكيد الموضوع بيختلف. هنا بقى انا اكلمك عن قسم ميكانيكا وكهرباء. نبدا بحبيبتي الهندسه الميكانيكيه، وانا بقول حبيبتي هنا علشان في ماده بس وحيده انا بحبها في القسم ده بس الحمد لله. الهندسة الميكانيكية بتتفرع إلى 3 أقسام، ويعتبر هم برضو شائعين في معظم الكليات الموجودة، وأي هندسة ميكانيكية أكيد هتلاقي فيها الأقسام دي، وهي ميكانيكا باور، ميكانيكا إنتاج،
ميكاترونكس. وخليني اقول لك حاجه على السريع كده، قسم ميكاترونكس في هندسه عين شمس مش كريدت، يعني مش بيدفع له فلوس زي اغلب كليات مصر بيدفع له فلوس، وان ده بيبقى قسم كريدت مش من ستريم اللي هو بيدخل بمجموع يعني من غير حاجه، فهو موجود عادي من ستريم بيخشوه عادي عندنا في هندسه عين شمس. بس نرجع بقى عن اقسام ميكانيكا. اكلمك عن ميكانيكا انتاج. من اسمها انتاج يعني ماتيريال او خامه مصنوعه قدامك، سواء عربيه، سيارات، آلات، اي حاجه مصنوعه قدامك، انت مهمتك انت المشرف على انتاج هذه المنتجات، وانت تعرف الماتيريال اللي تصنع بيها الماده، هتعرف ايه هي المكنه اللي اشتغل عليها عشان تصنع الماده دي. وبالمناسبه من مواد اعدادي ماده الانتاج او البرودكشن، ودي انت هتتسهل فيها حبه حلوين، بس هتضيف لك على معلوماتك حبه احلى. اما بقى تخصص ميكانيكا باور من اسمها برضو، اللي هو مسؤول عن التكييف والتبريد وتوليد الطاقه الحراريه والالات التربونيه وما الى ذلك، وحاجات كتير جدا في القسم ده. نيجي بقى لميكاترونكس، وهي غنيه عن التعريف لبعض الناس، وللاسف موجوده في كل المعاهد، يعني الخمسه من مهندسين ميكاترونكس بجنيه، ولسه العدد هيزيد ويزيد ويزيد لحد ما يبقى في تشبع في السوق من هذا المجال، ودور عليه شغلك. المهم يعني التلخيص المفيد، اي حاجه ليها علاقه بالالكترونيات والحاجات الدقيقه مع تشغيل الاله. بص هي ميكاترونكس، مش محتاجة حاجة يعني. هكلمك دلوقتي عن اخر قسم رئيسي، بس لسه في جوه القسم الرئيسي تقسيمات فرعيه هقول لك عليها دلوقتي، وهو كهرباء. كهرباء متقسم ليه، دي الاقسام الشائعه برضو بالمناسبه، كهرباء باور، كمبيوتر، واتصالات. كهرباء باور مسؤول عن المحولات وانتاج الكهرباء وازاي توزعها وتنقلها من مكان لمكان وتنظمها. واكيد جوه كهرباء باور تقسيمات تانية، بس انا مش عايز ادخلك في التفاصيل، انت لسه في البدايه، فيعني انت تفهم كل ده قدام. اتصالات برضو من اسمه يعني كوميونيكيشن، اتصالات مسؤول عن انتنه الاشارات، روح تيجي اي حاجه ماشيه باشارات، اتصالات. الو. الو. ايوه. ها فاهم ازاي؟ مش محتاجه حاجه. طبعا انا بلخص لك الكلام عن كل قسم على قد ما اقدر، عشان حاجات زي كده مش عايز ادخل فيها في تفاصيل. انت دلوقتي انت لسه في الاول، هتدخل وهتفهم الدنيا دي بتفاصيلها، فانا بديك كده زي ايه طرف المعلقه، مش عايز ادخلك في التفاصيل قوي يعني. نيجي بقى لاخر تخصص جوه التخصص، وهو كمبيوتر. كمبيوتر ده بقى اللي عليك جدل، واللي انا هبدا بيه المقارنه ما بينها وما بين كمبيوتر ساينس اللي هي حاسبات ومعلومات. بص في ناس كتير جدا قالوا طب ما ايه الفرق يا عم ما بينها وما بين حاسبات ومعلومات؟ طب ما انا ادخل حاسبات ومعلومات 4 سنين كده واريح دماغي وهطلع زيي وهيبقى اسمه مهندس برضه وهشتغل 100 فل و14 واجيب فلوس. ايه الفرق بقى؟ اقول لك انا ايه الفرق. عندنا في هندسه قسم كمبيوتر بيدرس الهاردوير بجانب برضه اكيد يعني السوفت وير، تمام، جزء منه احنا مش بنطلع كده ميح، لا احنا بندرس الهاردوير بشكل ادق، تمام. لكن في كمبيوتر ساينس وحاسبات ومعلومات بيدرسوا السوفت وير، وبيدرسوا ازاي يعملوا مشاريع بالاكواد، ويدرسوا ازاي يعملوا ابلكيشنز بهذه الاكواد ولغات البرمجه. فيعني هو ده الفرق الجوهري من بره خالص، هو ده الفرق اللي انا بقول لك عليه، ان ده هاردوير وده سوفت وير. واكيد انت سمعت الفرق ده. حاسبات ومعلومات كليه قديره جدا، واكاد اقول انها من الكليات اللي بتستثمر في طلابها صح الصح، وازاي تدربهم على حل المشكلات وازاي تواجه المشكله دي وتحلها بطريقتك انت بقى. سوفت وير، برنامج، ابلكيشن، ده بيحتاج لده، تفهمني؟ متخصصه قوي في مجال البرمجه والسوفت وير. وانا اعرف صحاب ليا اساسا بيعملوا ابلكيشن ومشاريع ما شاء الله عليهم، يعني حاجه توب التوب، وفي ناس شغاله في الموضوع ده كتير وبتقبض فلوس. بس كده انا عرفتك اقسام هندسه وايه الفرق ما بينهم وما بين كمبيوتر ساينس على السريع كده. نيجي هنا بقى لموضوع انا كنت رابطك بيه في اول حلقه، وهو ايه هي مواد اول سنه وايه هي الادوات اللي انت هتحتاجها في اول سنه. تعالى كده معايا. بص هي مواد اول سنه بتختلف من كليه للتانيه، بس في هندسه عين شمس لو انت ان شاء الله هتقدم في هندسه عين شمس، هو اول حاجه كده مبدئيا الدفعه بتتقسم لاربع مجاميع. الاربع مجاميع دول 2 و2، 2 كده لوحدهم و2 لوحدهم. عندك في اول ترم هتدرس ماس 2 وستاتكس وفايبريشن اند ويفز وكمبيوترز، دول اربع مواد على الاربع مجاميع. الدفعه كلها هيدرسوا الاربع مواد دول. اما بقى ايه الاختلاف؟ ايه بقى الفرق الجوهري ما بين ده وده؟ ليه 4 مش انت قلت 6 في الاول؟ اقول لك انا في بقى مجموعتين اللي هو 1 و2 هيدرسوا بقى الترم الاول كيمستري ودروينج اللي هو الرسم الهندسي والكيمياء، دول هيدرسوهم في الترم الاول. جروب 3 و4 هيدرسوا البرودكشن والبروجكشن اللي هو الانتاج زي ما انا قلت لك والاسقاط. 4 على الكل و2 ما بين 2 و2. طب الترم الثاني يا باشا هتدرس ايه؟ الترم الثاني هتدرس ماس 2 الكتريستي وداينامكس وفاندمنتال. فاندمنتال اللي هي ماده الاساسيات، وبالمناسبه دي اللي عرفتني على اقسام هندسه اصلا. ماشي دول 4 برضو. هتعمل ايه بقى في المواد الثانيه؟ هقول لك انا. المجموعتين اللي اخذوا دروينج مثلا وكيمستري الترم الاول هياخدوا برودكشن وبروجكشن الترم الثاني، والمجموعتين اللي اخذوا بروجكشن وبرودكشن الترم الاول هياخدوا دروينج وكيمستري الترم الثاني. انت فاهم الموضوع؟ بدأ يتجمع
معاك. بص هي حوارات هندسه، حوارات من الاخر. في الترم الثاني بقى ممكن كده يلزقوك في نص الترم ان هم يقول لك ايه، خد لك ماده 7 اسمها سوسايتي سوشيال، كانت اسمها ايه، ماده كده تافهه على كل الجامعه مش على كليه هندسه عين شمس بس هي الفكره ان هم جابوها لنا في نص الترم، ما جابوش كده اللي هو ايه خدوها في الاول تذاكروها تعملوها وبعدين تخلصوا منها، لا هم جابوها في النص اللي هو انت اساسا مضغوط وعليك الطين، لا خد عليك تاني. فاهم ازاي؟ كده كده ما كانتش بتضاف للجي بي اي، فقشطه. خلاص خلصنا المواد، تعالى بقى اقول لك ايه اللي انت هتحتاجه للمواد. بص يا سيدي انا هكلمك في الاساسي مثلثين 30 60 مثلث ارسطو، ده اساسي تمام. هات لك بقى استيكه نظيفه على قلم رصاص نظيف، مش شرط روترنج نهائي بس هات حاجه نظيفه. لو انت معاك فلوس للروترنج هات قلم روترنج يعني، ما فاهم ازاي. وطبعا هتجيب اسطمبه مسح، هتلاقي حته حديده كده مخرمه ما تستغربش، وهتجيب اسطمبه دواير. نيجي بقى لأهم حاجة واللي عينيك برات كده أول ما لقيت نفسك الحمد لله إن أنت هتخش هندسة خلاص وهتمسك المسطرة. بص يا سيدي المسطرة مش أهم حاجة في الأدوات خالص، تمام؟ بتقول ايه؟ ولو انت ان شاء الله يعني ناوي على قسم من اقسام كهرباء او حتى مش قسم ميكانيكا او الحاجات اللي ما فيهاش رسم، انصحك وبشده ما تجيبش المسطره او استلفها من اي حد، عشان انا قلت لك الدروينج بتاخد ترم وترم. شوف صاحبك اللي هيدرس دروينج في الترم الاول وخدها منه في الترم الثاني، او العكس من الدفعات القديمه. لو انت عندك حد مثلا قريبك عنده المسطره فما تشتريهاش، علشان بكل بساطه انت لو مثلا هتخش كهرباء انت هتستعملها ترم واحد بهندسه، فليه تشتريها وهي اساسا انا كنت شاريها ب 300 جنيه وهتلاقيها دلوقتي يعني ضربت 400 450، فليه؟ انت فاهم؟ فالمسطره مش اهم حاجه. ولو انت يعني ناوي على قسم من اقسام ميكانيكا فلازم لازم لازم تجيب المسطره. و80 سم كويس، خلي بالك يعني دي 80 سم اللي معايا دي 80 سم تمام، كويسه جدا، مش طولها كويس، مش لازم تجيب ال 100 او ال 120، هي 80 سم كويس في اعدادي، مش هتحتاج لاي حاجه طويله يعني تمام. ممكن بقى لو انت مثلا ناوي على عماره ممكن لا هتحتاج فيها مسطره مثلا، هم بقى على حسب مطلوب منك، انا مش عماره ممكن يطلبوا منك 100 ممكن يطلبوا منك 120 على حسب بقى ايه انت هتشتغل على المشروع شكله عامل ازاي. بس كده ده كل حاجه بالنسبه للمسطره وبالنسبه للادوات وبالنسبه للمواد وبالنسبه للاقسام وبالنسبه ان انا وريتك الكليه اصلا. فبس شايفك مندمج معايا كده، فاللي هو اعمل لنا سبسكرايب ولايك وشير واي حاجه من الحاجات الحلوه بتاعتك دي يا عم. وبس ده كان كل حاجه، يا رب ما كنتش نسيت حاجه من اللي قلتها في قدام وقلت اقولها لك في اخر الفيديو. وبس كده ده رابع فيديو لينا الحمد لله في القناه، فلو انت حابب تشوفني وتشوف اللي جاي واللي بعد اللي جاي واللي بعد اللي جاي فانت عارف انت تعمل ايه كويس، سبسكرايب كده حلو. واشوف وشك على خير الفيديو الجاي بقى. ولو انت عايز اي حاجه في الكومنتات اكتبها لي سواء بخصوص هندسه او غيره او اي محتوى، زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات انا مش حابب الفيديو كله يكون عن هندسه والدراسه بس، فانت اكتب لي في الكومنتات اللي انت عايزه وانا هعمله لك باذن الله. ما تنساش تصلي على النبي ويا رب تخشوا الجنه كلكم، انا بحبكم في الله. بس سلام.